السلام عليكم متابعين قناة حلويات ام حمزة. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو اللي ناجح 100% وبكل اسراره باش ما كيتفرتت ليكمش وما كيتشققش في الفران. نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه. المهم على بركة الله ندوزو المقادير والطريقة. اول حاجه غنبداو بها هنايا غنبداو بسنيده. غادي ندير 4 زلايف ديال السنيده. بالنسبه لهاد العجينه هذه كبيره فيها تقريبا 30 بيضه. هذه عجينه ديال القوام ديال 30 بيضه. نتوما تقدروا تقسموه وتنقصوا منه اولا تزيدوا فيه على حسب شحال ما بغيتوا، يعني تشدوا هاد القوام ديال 30 بيضه وتقسموه على شحال ما يناسبكم نتوما. هنا درت كما قلت لكم 4 زلايف ديال السنيده. كنعبر دائما بديك الزلافه ديال الحريره هي اللي كنعبر بها، كتهز رابعه 250 غرام. وهنايا تقريبا كيلو الا ربع ديال الزنجلان اللي كيعطيني 3 ديال الزلايف. المهم كما قلت لكم ديك الزلافه راه كتهز 250 غرام. وعندي هنايا 700 غرام ديال اللوز اللي يعني غير ممسوح ماشي فازق وماشي يعني ما قيسوش الماء. وهذه قرعه ديال المزهر. وعندي هنايا 4 ديال الفلان كراميل اللي كيعطي واحد النكهه خطيره للفقاس، كيعطي واحد المذاق اكثر من رائع. جربوها وردوا عليا. عندي هنايا كاس ديال العنبه عامر بالنافع اللي منقي مزيان. عندي هنايا ساشي ديال سكر زهره البرتقال. بالنسبه للزنجلان نسيت ما قلت لكمش بانه راه مقلي، يعني الزنجلان اللي مغسول ومنقي ومقلي. عندي 4 زلايف ديال زيت المائده. هنا عندي 2 خمارات اللي غنخليهم حتى الاخر باش نديرهم مع الدقيق. عندي بلاطو ديال البيض اللي كيتكون من 30 بيضه. وكما سبق قلت لكم بالنسبه للبيض اولا بالنسبه للمقادير نتوما كتحكموا فيهم شحال ما بغيتوا، كتقسموهم على شحال ما بغيتوا، يعني هاد القياسات اللي عطيتكم انا نتوما كتقدروا تنقصوا منهم. هنايا غادي نبدا كنضرب مزيان داك البيض حتى يندمج مع السنيده والزيت وهذا والزرارع ديالنا باش ندوزو ان شاء الله باش نضيفوا الدقيق على حسب الخليط. بالنسبه للدقيق كيدار على حسب الخليط وكيتجمع الفقاس صافي وكندوزو باش كنقطعوه. من بعد ما درت الدقيق والخمارات وجمعت الفقاس ديالي غادي نبدا كنقسمو. بالنسبه للعجينه تكون شاده راسها ما قاصحاش بزاف، يعني لدرجه انها تولي تفرتت وما جارياش بزاف باش ما ينزليناش الفقاس في وسط الفران. صافي هنايا غادي نبدا كنشكل في الحرابل ديال الفقاس وغنحاول ما امكن داك اللوز اللي مشتت في الجناب ندخلو لداخل باش كيزين لنا الفقاس ديالنا مزيان وما كيبقاش يطير لنا من بعد. صافي كنسد ديك التنيه اللي غتجيني من التحت كنسدها مزيان. انا كنستمر بحال هكذا حتى كنكمل كاع دوك هاد الكويرات اللي قطعت. هنا من بعد ما استفتو في اللاطات غادي نبدا هكا كندير لي سقيبات بالكيردون او دكم الكيردون او السفود. بالنسبه لهاد التقيبات هادو هما اللي كيعاونوه باش ما كيتشققش في الفران، وحتى الفران تطيب حتى هو كتدخليه في الفران، يعني كتشعليه وتدخليه تم ماشي ضروري تسنيه يسخن، وكتخلي الباب ديال الفران هكا محلول باش ما تيتفرقاش الفقاس في الفران. ما كتسديش عليه الفران يعني ما كتسديش في مره، ضروري كتخليه منفش شويه باش الفقاس ما كيتشققش لينا في وسط الفران. صافي هنا كنجيب البيض وكنخلط معاه نسكافيه وقهوه سريعه الذوبان وكنبدا كندهن في الفقاس ديالي وكندوز عليه الفورشات وصافي وكندفعو الفران على عافيه اللي تكون مهيله وفران يكون يعني هكا محلول شويه مردود، غير الباب غير مردود. خاص الفقاس ينشف مزيان في الفران من الداخل باش ملي كتقطعيه تيكون هكا ناشف كما شفتوا نتوما. من بعد ما جبدته من الفران وغطيته بواحد الزيف اللي فازق وخليته يرتاح واحد الساعتين صافي وبديت كنقطع فيه كما كتشوفوا. صافي وكنخرجوه وكنستفوه. صافي هنا استفتو في اللاطات باش نديروه يطيب ونتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوا الشكل النهائي ديالو. بالنسبه للشكل النهائي ديال الفقاس ديالي هو هذا كما كتشوفوا، كيجي ما شاء الله مذهب وزوين وملس كما كتشوفوا، واللويسات هما باينين فيه.
نتمنى ان شاء الله الفيديو نال الاعجاب ديالكم، الى عجبكم ما تنساونيش بشي كومونتير محفز ولايك الفيديو، اللي مازال ما اشتركش يشترك باش يوصلوا كل جديد. وبسلامه عليكم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.